اهلا وسهلا مزيونات ديالي متتبعاتي، كيفاش نتوما؟ مزيانين؟ اموركم احوالكم؟ كنتمنى ان شاء الله يا رب تكونوا في احسن احوالكم. العشر الاواخر حنا بدينا فيها، وهذا الفيديو هذا مسكين عاد كتب له يشوف النور وينزل لانني كنت شويه مبرزطه واحد التبرزيطه، ولكن معليش تبرزيطه زوينه. المهم غادي نكمل معكم التكمله ديال الروتين ديالي كيف ما شفتوا، اللي غادي ننزل فيه وصفتين اللي هي الكيش والفلون. المهم البنات بغيت نسولكم على الروتينات، واش كيعجبكم الروتينات؟ نكثر من الروتين، تدخلوا معايا حياتي، تدخلوا معايا بيتي، تعرفوا عليا عن قرب. الا كان كيعجبكم هذا النوع هذا من الفيديوهات خليوها لي في التعاليق. وكذلك الا كانوا كيعجبكم الوصفات كذلك خليوها لي في التعاليق. المهم البنات كنتمنى لكم فرجه ممتعه، نخليكم مع الفيديو حتى الاخير. ودابا غادي تدخلوا معايا للمطبخ. هنايا البنات كنعمل كراميل باش غنعملو فلان، وهنايا مقطع الفلفل حمار خضار صفار والفلافل كاملين، نص بصيله وواحد البويرو صغير مقطعهم كاملين باش نعمل بهم الكيش. واخا كتعملوا كميه كبيره البنات هادشي كيدبل. السكر كيفاش كندوب باش نعمل به الكراميل؟ غير السكر صافي. السكر بوحديتو ما كتضيفوا عليه لا ماء لا حتى شي حاجه البنات. الا ضفتوا عليه الماء غادي يعذبكم، كيرجع بحال كيتكلكل، كيرجع بحال الحجيرات. البنات هنايا عندي الكورجيت والشامبينيون غادي نضيفهم مقطعين طريفات صغيورين، هادو دغيا كيطيبوا. صافي البنات الكراميل ها هو صباح جاهز. المهم شوفوا البنات هنايا هذا الكراميل اللي بقى لي ما غنسيبوش، ما غنغسلوش، يعني ما نتخلصش منه، بل غادي نخليه وغادي نضيف عليه الحليب. شوفوا البنات هذا الفلان، هذا الكراميل هذا اللي بقى غادي نخليه وغادي نزيد عليه الحليب، غادي يذوب وما غنضيفش السكر، يعني صافي غير ديك الكراميل في الكفايه، لان الفلان ما فيهش السكر. كاينين بعض الفلانات اللي كيجيو فيهم السكر، هذا ما فيهش. المهم غنكتفي غير ديك السكر اللي بقى لي هنايا من الكراميل، اصلا كيعطي واحد المذاق رائع الكراميل. وغادي نضيف عليه جوج اضافات غتعجبكم بزاف. انا غادي نقول لكم الا بغيتو تحصلوا على ديك المذاق ديال الفلان اللي بالبيضات اللي كنعدلوه بالبيض، غتضيفوا واحد البيضه. الا بغيتو البنات تحصلوا على واحد الفلان اللي شبيه بالفلان ديال ديك الفلان اللي كنعملوا به اللي كنعدلوه بالبيضات، غادي تضيفوا واحد البيضه على الفلان. ملي يكون الحليب بارد البنات، ماشي يكون الحليب سخون. والحليب بارد البنات باش البيضه ما تطيبلكمش نورمال. ترى عاد غادي نخليه يطيب، ولكن ملي غادي نضيف الفلان لان خنيشه وحده كتمشي في نص يطرو، غنعمل جوج. صافي البنات غتضيفوا الفلان ديالكم عادي وغنخليه صافي يطيب على نار مهيله. من بعد ما غادي نضيف عليه الكريم فريش، حتى الكريم فريش غتعطيه واحد المذاق ديال ديك الفلان اللي كيجي معدل بالبيضات. البنات غنضيف هنايا كريم فريش غير شويش ماشي بزاف، كيعطيها واحد المذاق رائع للفلان.
جربوا البنات هاد الطريقه ديال الفلان، كتجي غزاله. انا بنات اكتفيت غير ديك السكر اللي بقى والكراميل اللي عندي، يعني صافي كفايه. الحليب راه بارد البنات كيف ما شفتوا. دابا عاد غادي نهدي عليه النار، نشعل عليه النار ونخليه. كنت باغيه نعملو بالليمون، بحق ما جبرتش الليمون الحامض، ما جبرتوش. المهم البنات هذا الفلان ما خصكمش توقفوا عليه من التحريك. دابا غادي نبدا نعمر. صافي طاب كيف كتشوفوا البنات. هنايا صافي كنعمر في ليمول، غادي نخليهم حتى يدفاو تماما، عاد غادي ندخلهم للثلاجه. صدقوني كيجيو رائعين فيهم ديك المذاق ديال لا كريم فريش وديال البيض، كيجي شبيه بالفلان اللي كيتعدل ببيضات. المهم كنتمنى انكم تجربوه الفلان ديال بهذه الطريقه. هذه كيجي لذيذ كابوستري، تقدروا تعملوه حتى الضياف ديالكم. المهم خليكم مع الفيديو حتى الاخير. غادي ندوزو دابا للكيش والعجين الكيش. 4 كيلو ديال الدقيق غادي نعمل، ونص ربع ديال الزبده. الزبده خصها تكون بارده البنات. وغادي نعمل واحد صفار د البيض. صفار بيضه والمليحه، وغادي نبدا نجمع كلشي. السر كامل البنات هو في الزبده ملي كتكون بارده، وكتجمعوا دائما بشويش الماء. ولكن حتى نرمل هذا الدقيق هذا، يعني الدقيق يتشربوا الزبده. غادي نضيف الماء شويش بشويش، غير شديد البنات ماشي بزاف، وغادي نبقى نجمع. صافي البنات هي وجدت. غادي نلويها دابا في الفيلم اليمونتير، وغادي ندخلها للنبيره الثلاجه. غادي ندخلها نص ساعه د المكانه. البنات هنايا الجامبه، شوفوا شنو فين عملتها. ما بغيتش نعملها مع الخضره ديريكتومون نيشان، يعني مباشره. عملت هنايا هذه الجامبه كونجلي، يعني الجامبه كونجلي. جامبه شنو كروفيت، هي الجامبه. المهم من هنا يمشي يهود منا ديك الماء، غادي يهود منا ديك الماء، وغادي نحيدو عادك نعملها على الخضره. باش صافي انا الخضره دابا شحتت عندي شحته ما فيها لا مال حتى شي حاجه، باش ما تقطعليش لاباط. شوفوا البنات الماء اللي خرج من الجامبه، شفتوا الماء؟ شوفوا الماء، هادشي كامل غيتصفى. الابزار كحل، الابزار اسود، الابزار كحل، والابزار ابيض، والابزار الابيض. كيعجبني انا الابزار الابيض. البنات انا الكيش كنضيف عليها الجوزه، ضروري من الجوزه باش كتعطيني هذيك المذاق، كتعطي واحد المذاق سبيسيال مع الكيش. كيعجبني الكيش بالجوزه انا. وضفت الملاح، مليحه البنات. صافي دابا نخلي الخضره تبرد، من بعد غادي نعمر بها ونضيف عليها لاباراي ديال البيض، الجبن ولا لا كريم فريش.
خرج العجينه من بعد ما ضربت نص ساعه في الثلاجه، وغادي نطلقها بهذه الطريقه هذه. صدقوني رائعه الطريقه بصفار ديال البيضه، رائعه رائعه رائعه. شوفوا العجينه تبارك الله ما شاء الله، كتجي كروكونت مقرمشه غزاله، ما نكذبش عليكم. كنطلقها بالمطلق وغادي نلبس المول عادي، ما كتعذبكم ما والو. ملي كتطلقوها في الاول فهي ما كتلصق ما حتى شي حاجه، كتعطيكم ضعف في الخدمه. ولكن حاولوا ما امكن انكم ترققوا بزاف باش ملي طيب ما تنفخش وتجي العجينه مدقسه. بنات كاملين بينا كنعرفوا بلي ان لاباط بغيزي كتمشي بالنسبه للحلو وبالنسبه للمالح. غادي نعمل لكم بها من بعد لي طارتوليت اللي كيجيو بلا كريم باتيسيير، كلشي معدل في الدار. فكلنا عارفين بلي ان بالنسبه للحلو كتدي السكر، بالنسبه للمالح كنضيفوا الملح. وهاد العمليه هذه الاخيره البنات ضروري، لان لاباط بغيزي تقدر تنفخ معكم، خصنا نتكوها. اذا من بعد عمليه التك ملي غنتكوها بالفرشيط غادي ندخلها للفران ديجا كيكون مسخن على 180 درجه فوق والتحت. غادي نعملها في الوسط باش طيب نورمال، خصها طيب قبل ما نضيف عليها العماره ولا باغاي ديال البيض ولا كريم فريش والجبن. غادي الفران ما يقارب ربع ساعه حتى غادي نشوفها بدات كترجع ذهبيه فقط، ما خصهاش طيب بزاف. نص ديال نقولوا ربع ساعه كافيه وغنخرجوها. بالنسبه لاباراي ديال الكيش غادي نعمل انا 7 بيضات، وغادي نعمل 200 مليلتر ديال لا كريم فريش. اللي عنده كميه قليله اكيد غادي ينقص المقادير، اللي عنده كميه كثيره غادي يضاعف المقادير، لان هاد لاباري هذه هي اللي كتعقدنا نورمالمون دي كيش. المهم غادي نخلط هذا الشيء كامل وغادي نضيفو على الخضره، وخليوكم مع الفيديو حتى للاخر. كتشوفوا صافي هنايا الكيش ديالنا غنعطيوه اللمسه الاخيره ديال الجبن المبشور. والجبن المبشور البنات هنايا ما بغيتش نخليه على الوجه او على السطح ديال الكيش، لان كاين بعض الاجبان اللي كتحرق وكتجي بحال الشعريه. فانا هاد الجبن هذا ما كانش عندي من ديك النوع اللي كيجي دايب، كيبقى بحال مقرمل، كيبقى بحال محمر. المهم انا حاولت انني ندخله بين لاباراي باش ما يجيش محروق وقصح، هكذا جاني رطيطب ودايب وجا رائع رائع رائع. البنات كنظن بلي انكم صافي خديتوا فكره على المائده ديالي الرمضانيه. انا ما كنكثرش من الاشياء، كنعمل شهيوه ولا جوج، اضافه للاشياء اللي كيكونوا عندنا. كنكون عملنا رغيفات ولا بغرير ولا شي بسكوتشو ولا شي طرطه ولا شي حاله، فما كنكثرش بزاف البنات. الشاي ضروري انه يكون حاضر في المائده ديالنا. المهم بالاضافه مع الرغايف بغرير وهذا الشيء، راه والله ما كناكلوا شي حاجه من هذا الشيء هذا، راه غير العين كتاكل كثر من البطن. المهم صافي كونتوا فكره على مائدتي الرمضانيه، مائده بسيطه وماشي مكلفه، لا للضياع. كناكلوا قد اللي غادي ياخذ الجسم ديالنا، ما كناكلوش اكثر من اللي كيحتاج الجسم ديالنا. زائد الحريرة كذلك راه من الضروريات والاساسيات في الميسه ديالي وديال سعاد مغربي وجل المغاربه كنظن. غادي نخليكم مع الخاتمه ديال الفيديو، خليكم حتى الاخر.
وبطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، سلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله، عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. البنات هنا كيوصل الفيديو ديالي للانتهاء، وكنقول لكم نضرب لكم موعد ان شاء الله فيديو جديد. كنتمنى انني يكون عجبكم هذا النهار هذا روتيني الرمضاني. كنتمنى يكون عجبكم نهاري، تعجبكم الوصفات اللي قدمت معكم، ولا بالاحرى الوصفه اللي قدمت معكم. كنضرب لكم موعد ان شاء الله فيديو جديد على قناتي وقناتكم قناه سعاد مغربي. اللي عجبو الفيديو يخلي لي اللايك، اللي مازال ما اشترك باقي ما اشترك في القناه ديالي يشترك معايا كذلك، ديما كنعمل هيدا، يشترك معايا في القناه ديالي كذلك ويضغط زر الجرس باش يوصلكم دائما كل جديد. المهم شنو غادي نقول لكم، بسلامه وبوسات كبارين الناس العزازين، وباي باي، السلام عليكم.